اللقاء ديال اليوم غد لقاء صعب كلشي كيعرفو. غادي تلعب مان سيتي، كلشي تيعرف كو سي اون ايكيب qui a l'habitude de priver les adversaires du ballon. صعيب انك تاخذ الكره و elle a fait contre des équipes européennes même. alors صعيب هذه المواجهه، مي كاين عندنا حظوظ ديالنا، عندنا طريقه ديال اللعب اللي خدمنا عليها باش ننافسوا على الحظوظ ديالنا، لانه من الاهداف ديالنا هو تكون اون بون بريستاسيون دابور اي ما نخفيش عليك نعذبوا لي زادفيرسير، ما نكونوش ساهلين، لانتونسيتي تكون طالعه، عندنا دي زومبيسيون تاعنا بغينا نوصلوا لهم، مي ليسونسيال هو كو لادفيرسير اللي بغا يكون خصنا نعذبوه، ما يلعبش معنا مرتاح. عندنا القوه ديالنا اللي غادي نستعملوها كذلك، ومحضرين مفاجات لي زادفيرسير. دونك كيف لي زادفيرسير شافونا وعرفونا كيف كنلعبوا، فكذلك حتى حنا شفنا كاين فرق في القوات، فرق كبير، فرق شاسع، ولكن دائما الكره المغربيه برهنات على انه في التظاهرات العالميه كانت دائما ند وفرق قويه وعطات نتائج باهره، وشفنا هذا في المنتخبات كلها، من المنتخب الاول شفنا في قطر في كاس العالم المنتخب النتائج الباهره اللي حقق، شفنا المنتخب الاولمبي كذلك، شفنا المنتخبات الصغرى كلها كيفاش تاهلات. فاظن انه اللاعب المغربي لاعب تحديات، كذلك حتى المدرب المغربي، لانه الانجازات كلها تحققت بالمدربين المغاربه. فاظن انه محضرين كذلك مفاجات، وكيف قلت لك ما نكونوش ساهلين، وهذا هو اللي مهم بزاف، انه ما نكونوش ساهلين لي زادفيرسير. لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتضغطوا على زر الجرس. شكرا.